السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم. النهارده كده قلت اعمل حاجة خفيفة وحاجة يعني قدام كمان يعني شهر قول بالكتير ده لو فيها صيف يا يسير يعني. نعمل كده ايس كريم في البيت وبأطعم مختلفة. يعني انا جبت بتاع فانيليا وشوكولاتة، جبت حاجة دريم. بصراحة انا كنتش لا كانت على بالي خاطر، بس هي لقيتها معروضة في السوبر ماركت فقلت اعملها. انا كنت جربتها قبل كده بصراحة كذا مرة وكانت حلوة جدا خطيرة، فقلت ان انا ايه اجربها. فجبت دريم، فجبت فانيليا وجبت شوكولاته. طبعا كنت مفكره ان الكميات هتبقى كبيره، بس يعني انا لقيت ان كل واحده فيهم هتاخد لها كوبايه لبن بس. وعلى فكره اللي هي المقادير او والمكونات، بيقولوا كوبايه لبن وممكن كوبايه لبن، وممكن كوبايه ميه. يعني الميه فيه تمام، لبن فيه تمام، ماشي. بس طبعا في اختلاف في الطعم طبعا، يعني اللي هيدي ميه مش زي هيدي لبن. بس هي حلوه قدام يعني ايه، في الحر، في مثلا رايحين رحله، رايحين حاجه، مصايف، حاجات زي كده بتتعمل بتبقى خفيفه. اعملها في البيت لعيالك، اعملها في البيت لعيالك، هي مقاديرها بسيطه جدا وسهله. هي الباكت اهو، ده باكت اهو على كل واحده انا فكاهم اهو. انا جايبه 2 فانيليا و2 شوكولاته، ادي 2 فانيليا وجبت 2 شوكولاته. مم. انا اول مره اعملهم بصراحه لعيالي، عمري في حاجه عملتهم لعيالي، كنت بعملهم قبل كده واحنا صغيرين. الباكت اهو، قال لك الباكت كل واحد عليه كوبايه لبن او كوبايه ميه طبعا ساقعه، والسكر حسب ما تكون حضراتكم عاوزين. هنعملها في الميكسر، تقدري في الخلاط وتعمليها بقى انت ايه، حطي بقى عايزه سكر خفيف، عايزه سكر تقيل، براحتك. ادي تكون نظيفه ها وناشفه، مش نظيفه بس وناشفه. ادي اول واحد اهو. هي احنا بنجرب، بس هي بتبقى حلوه طبعا، بس قدام ان شاء الله مش هتبقى كلين، بس مش هتنفع كلينات. هنزود طبعا، احنا بنجيب الخبايا اهو. وادي الباكو التاني اهو، ونضيف عليهم اللبن. احنا لسه في الشتاء يعني، هنضيف كوبايتين لبن. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اهو واحد، ادي اتنين. وعلى فكره الباكو فيه سكر، يعني ايه، فيه سكر، يعني ما تتحدفوش قوي على السكر. فاحنا هنخلطهم وهندوق طول ما احنا شغالين. لقينا السكر حلو حلو، عايزاه تزودي زودي عادي في المتاح يعني. خلاص هنجيب كده مهم. المكسر بتاعنا اهو. طبعا السكر اللي هتستخدميه لازم يكون سكر ابيض، عشان حتى في الفانيليا اعمليه سكر ابيض عشان خاطر يعني ما يغمقش الايس كريم معاك. انما في الشوكولاته احدفي ما يهمكيش، ما هي كلها شوكولاته بقى، محدش حاجه. بسم الله اهو، حطها جوه هنا كده ماشي. معلش بقى انا هفصل وهاجي تاني، لان دي فقره الايه الازعاج، دي فقره ازعاج مش هينفع ان احنا ايه نستمر فيها يعني. ماشي، هخلطها، همكسها واجي لحضراتكم تاني. انا مكستها شويه، بدقتها فيها سكر، بس السكر مش اللي هو يعني مجزي، فهنحتاج شويه سكر طبعا معاها. هضيف شويه سكر، حاجه بسيطه اهو. الاول ما تنسوش اللايك والمتابعه، ماشي، ما تنسوش اللايك والمتابعه. انا ابني بيقول لي وريهم هو انت بتنكسيها اهي، بس فكره دوشه جامده قوي يعني. حاجه بسيطه كده وهفصل تاني، معلش انا اسف. ارجع لكم تاني ورجعت لكم تاني 2 باكت فانيليا، ايس كريم فانيليا من دريم، عليها كوبايتين لبن ساقعين او كوبايتين ميه ساقعين. وحطيت تقريبا في الباكين باكت دولت، حطيت بتاع ربع كوبايه سكر. طبعا عايزه تزودي زودي ماشي. بتقعدي تمكسي لحد 3 دقائق. شوفي بتوصل لحد ازاي اهو، شوفي القوام عامل ازاي، زي الكريم شانتيه كده، سايل سايل حاجه صغيره اهو.
يعني شوف عامله ازاي اهي اهي. مهم. اهو بتقومي فرغاه في علبه ثلاجه نظيفه وناشفه، ماشي، وتحطيه في الفريزر تقريبا ساعتين. انا عن نفسي احطه يعني لحد بكره كده ان شاء الله. ماشي. الاول هنجيبه ايه اهي كده اهو. وعندي اهي علبه نظيفه اهي، علبه حلوه قوي اهي. ماشي. مهم. هفرغها لكم في العلبه وهرجع لكم تاني. اهو يا جماعه انا بفرغه في علبه الثلاجه، شايفين كويس واضحه. مهم. اهي ثواني اهي. بتوزعها بقى في علبه الثلاجه كده، شوف كريميه وحلوه ازاي اهي. مهم. مهم. وسهله والله انا مش فاكره جبتها بكام، لان كنت شاريها كان مع كذا حاجه النهارده ومانيش فاكره جبتها بكام. بس هي مش مكلفه ان شاء الله، ولما الصيف يخش قوي وما تلاقي اللبن ما عادش دسم زي الاول، ممكن زي ما انت بقول لك تعمليه زي بالميه الساقعه عادي، مش هيقول لها لا يعني. مهم. اهي ترجعها كده عشان تخرج الهواء من تحتها. مهم. ايه رايكم؟ حلوه على كده بقى اوكي. وبالهنا والشفا بقى تخش الفريزر تبقى احلى احلى حلويات. مهم. ساعتين حسب انت ما تشوف، ساعتين ثلاثه عايزه يعني حسب جمدت في اي وقت، ما فيش مشاكل. نعمل شوكولاته. احمد بيقول لي نعمل شوكولاته اهو. ادي دي كده المكسر اهو. هنجيب الاتنين باكت شوكولاته. طبعا عادي احنا مش هنغسل حاجه، هي مكانها نظيف يعني، وهي كده كده اصلا بنحط لها لبن، كده كده هنحط لها لبن. ماشي. هنشيل دي بس كده في جنب كده. وادي الشوكولاته، باكت شوكولاته اهي واحد. احنا قلنا هنرج كده عشان خاطر ايه نجيب اهي. وادي التاني طبعا ريحه خطيره، كاكاو ولا الشوكولاته بتاعت دريم بصراحه حاجه لا يعلى عليها يتقال يعني. ادي كوبايه ميه، كوبايه لبن ساقع، دي جايه من التلاجه يا بنات اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي واحد. وادي التانية بس، ولا فيها اي حاجه. وحط شويه سكر، قلت لك في الاثنين، في الاثنين باكت بتاع ربع اهي. بس كده حلو قوي كده. ده احنا كده كمان يعني ايه تعمليها كده. فكره الدوشه والازعاج همكسها وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني. وادي الشوكولاته اللي هي بتاعت ايس كريم شوكولاته، 2 باكت شوكولاته، اتنين هي فاتحه طبعا عشان حاطه لبن، لو حاطه ميه هتبقى غامقه. وربع كوبايه سكر خلاص، ويبقى القوام، شوفوا القوام عامل زي ايه، زي الكريم شانتيه اهو. شوفوا عامل ازاي اهو. انا اللي بضغط عليها هي عشان تنزل اهي. برضه من 3 4 دقائق. كل طبعا ما زودت الضرب كل ما كان يطلع قوامه احسن طبعا. ماشي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لو حد فيكم بيعملها بطريقه احسن من دي يقول لي، غير بقى علب دريم والحاجات دي. في بقى يقول لك حط كريم شانتيه على مش عارفه على بتاع لبن بودره على ما اعرفش، انا بصراحه ما اعرفش. فاللي فيكم جربها قبل كده بطريقه ثانيه يكتب في الكومنتات نعملها ولو حلوه والله نعتمدها، ايه المشكله؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي فيه حاجه مثلا يعرف حاجه عايز يعني عايزه نعملها، قولوا في التعليقات اللي انتوا عايزين تقولوه. ماشي. واللي عايزين اطلبوه. في ناس طالبه مني حاجات كتير قوي طبعا على دماغي. احنا في الصيف يعني احنا الشهر ده بالذات ما شاء الله يعني عندنا مناسبات حلوه، والشهر الجاي مناسبات احلى، والشهر اللي بعديه احلى. فاحنا مش عايزين نكون نفسنا في حاجه.
اللي عايز اي حاجه له اراء في التعليقات يقولها، اللي عايز يضيف حاجه يقول، اللي شايف ان انا بعمل حاجه بطريقه مش صح يقول برضه. يا جماعه انا مش شيف، يا جماعه انا مش شيف، انا اللي بعمله في بيتي بعمله لكم يعني. بس بصراحه انا بعمل الحاجه اللي انا عملتها 10 مرات وجابت نتيجه، انما دي انا ما عملتهاش لعيالي، انما عملتها قبل كده، كنت بعملها قبل كده بقى ليا واخواتي وحاجات زي قبل الجواز يعني، حاجات زي دي. ماشي، اهي حاجه تحفه. طبعا انت بقى حابه فيه مكسرات، انا عيله مايله، انا عيله لو شفت المكسرات مكسرات مش هياكلوها، انا عيله مايله. فانت لو ربنا سهل لكم الحاجه كده وعيالكم حلوين، حطي مكسرات، حطي زبيب، حطي جوز هند اللي انت عايزه تحطيه، بتاع ده بسكوت اوريو دغدغيه كده، نص دغدغه عليه هيبقى طعمه حلو طبعا كل حاجه. اللي له راي في اي حاجه يقول في التعليقات، اللي عايز اي حاجه في اضافه في اي حاجه في اي حاجه، احنا اخوات قبل اي حاجه، احنا اخوات، احنا اخوات. اللي فيكم عايز يقول حاجه اهي، شوف طعمها حلو ازاي. دي علبه طبعا نظيفه ومن جوه ناشفه، ومن جوه ناشفه. ماشي. في شهر مايو، نقول لزينب كل سنه طيبه يا زوزو، عيد ميلادك الشهر ده يا زوزو، وهعمل لك كل اللي انت عايزاه يا زوزو، انا ماليش الا انت يا زوزو، انت حبيبه قلبي. وبرضه اللي هنعمله هنعرضه برضه، اللي انا متاكده ان هو هيعجبها ويعجب الناس كلها. يلا زوزو والزوزو. بس خلاص الامتحانات بس على خير ان شاء الله، والعمليه هتبقى احسن من كده كتير. زي ما قلت لكم، اللي عايز اي حاجه في تعليقات في اي حاجه وقولوا عادي، انا ما بزعلش من تعليقات سلبيه، تعليقات اي حاجه، اللي له طلبات في اي حاجه، اي حاجه له وصفه يقولها يقول عادي، احنا بنعمل كل حاجه يعني. انا من النوع اللي بحب اكتسب خبرات من اللي حواليا، حتى لو ما بعرفش اعمل الاكله دي او الوصفه دي، احب مثلا دي بتعمليها اقعد معاها واشوف بتعملها ازاي. فما فيش فيها حاجه بس يا حبيبي، ما فيش فيها حاجه. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش المتابعه، نشوفوا فيديو جديد. كونوا طيبين، عيد اضحى سعيد علينا وعليكم. بدري شويه بس انا بحب دايما اقول كل سنه طيبين دي قبل البشريه كلها، حتى في دخله رمضان احب اقول للناس من رجب رمضان كريم، فاهم؟ فاحنا داخلين عيد اضحى ان شاء الله علينا وعليكم وعلى البشريه كلها، اسعد عيد ان شاء الله، وعلى امه محمد يا رب كلنا ان شاء الله. وكل سنه طيبين، ونشوفكم في فيديو جديد وحاجه جديده. وزي ما قلت لكم، اللي عايز حاجه يقول تعليق سلبي ايجابي عادي، انا ما عنديش مشاكل في اي حاجه خلاص، وله طلبات يقولها عادي. ما تنسوش اللايك والفولو. سنه طيبين، سلام عليكم.